أربع مكاسب مدوية يحصل عليها النادي الأهلي بعد خسارته من إنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقى النادي الأهلي خسارة من إنبي بهدف في بطولة كأس الرابطة، وذلك على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى. نسلط الضوء على بعض المكاسب الفنية التي حصدها النادي الأهلي عقب لقاء إنبي. عودة يحيى عطية الله اللاعب المغربي. استعاد النادي الأهلي خدمات يحيى عطية الله، وذلك بعد الإصابة القوية التي كان قد تعرض لها في مواجهة سموحة في بطولة الدوري، وتعتبر عودة نجم المغربي بمثابة إضافة قوية للفريق الأحمر قبل خوض لقاء الهلال السوداني. عودة اللاعب التونسي علي معلول. استعاد النادي الأهلي خدمات النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر بعد فترة طويلة من الغياب منذ مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتعتبر عودته إضافة قوية للنادي الأهلي. كما من الممكن الاعتماد على خدماته في مركز الجناح الأيسر حال تواجد عطية الله أو كريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر. ظهور أكرم توفيق بشكل جيد. في ظل تحضيرات وتركيز النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ظهر أكرم توفيق بشكل جيد رغم تعثر الفريق الأحمر في اللقاء، رغم ابتعاد حمزة علاء عن المشاركة في المباراة منذ فترة طويلة، وذلك بسبب المنافسات الشرسة بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي، ولكنه ظهر بشكل جيد وممتاز وتصدي لأكثر من فرصة صعبة، ليؤكد أن مركز حراسة الأهلي في القلعة الحمراء بخير. ومن الممكن أن يتلقى النادي الأهلي في الجولة القادمة في بطولة كأس الرابطة، وذلك ضمن فريق طلائع الجيش، وسوف تقام المواجهة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة. ومن المقرر أن يقود النادي الأهلي في مواجهة طلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر المدير الفني السويسري مارسيل كولر بعد غيابه عن الحضور في مواجهة فريق إنبي في ضربة البداية في كأس الرابطة والتي خسرها الفريق الأحمر. ويواصل النادي الأهلي التحضير بشكل قوي لخوض لقاء الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل، وذلك على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهير كبير، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 8 إبريل المقبل في موريتانيا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تصلي على النبي واللايك الجميل والاشتراك في القناة.